السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش تصلوا كده على النبي اول حاجة، وتحطوا لنا اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناة، عشان انتوا اللي طبعا بتشجعوني ان انا اعمل لكم روتينات واعمل لكم ميزانيات. فيا ريت تشجعوني كده باللايك. بصوا حبايب قلبي، احنا النهارده بنعمل مكرونه بالبشاميل. انا كنت مفرزه بصل عندي، وقلت ان انا بقى ايه اطلع كيس بصل كده، وكنت جايبه كيس جبنه. قلت اعمل ايه معاكم مكرونه كده بالبشاميل، وحاجه اقتصاديه وحاجه هتعجبكم جدا، وعايزاكم تقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. تمام. انا مش بلاقي طبعا تحت في التعليقات بتاعتكم، مش بلاقي اصلا حد بيكتب حاجه ولا عايزين يعمل لكم حاجه. قولولي بقى. بصوا حبايبي، انا دلوقتي حطيت شوية سمنة صغيرين، هي سايحة. حطيتها وحطيت عليها اللحمة، ورحت حاطة عليها البصلة. البصلة طبعا كانت متجففة. انا بفرز بصل في الفريزر، بحس ان انا لو مستعجلة مش لسه حاضرة في الكبة مثلا، او اخرط مثلا بصل. فانا كنت ماما مدياني بصل كتير، كانت جايبه شويه البصل، فربنا يكرمها يا رب، كانت مدياني شويه. فانا قلت بدل ما يبوظوا عندي في بتاعه البصل والثوم، قلت ايه اخدهم افرزهم. رحت عملت جبتهم وحطيتهم في الكبه بعد ما نضفته وغسلته، ورحت مفرزاه زي ما انتم ما شايفين كده، بفرده كده على الرخامه في الكياس بتاعه التلاجة، وحطيته بيقعد معايا اصلا لو سنه هيقعد معايا. طلعت كيس حطيته على اللحمة، ورحت مقلباه لغاية ما هو ما اضعف لي كمية اللحمة. يعني انا كنت جايبة بصراحة ربع لحمة، ما كنتش جايبة كتير، فقلت ايه اضاعف بالبصل، والبصل طبعا مفيد مش وحش. فرحت حاطة البصل، وكنت بعمل البشاميل معاكم. انا كنت غالية اللبن من امبارح، ورحت حاطة الدقيق على السمنة، ورحت مقلباهم وحطيت عليهم اللبن. فكل ما بلاقي القوام تقيل بخففه، رحت جايبة نص كوباية مية او كوباية مية. اللي عنده شوربة ممكن يحط شوربة، هيبقى احسن طبعا، بس انا ما كانش عندي شوربة. ورحت حاطة كوباية مية عشان اخفف شوية القوام بتاع البشاميل، عشان كان تقيل قوي. فانا لقيت طبعا كل ما بلاقي القوام تقيل فانا بخففه. رحت خففته وعملت البشاميل اللي كان طالع جميل. حطيت عليه رشة فلفل اسود، وحطيت عليه رشة ملح، وحطيت عليه بضاية بعد ما برد. قلبتها جامد عشان برضك تدي طعم ولون للبشاميل. ورحت جايبة بعد ما خلصت البشاميل بتاعي وخلصت اللحمة، جبت الطبق البايركس، ورحت حاطة فيه نص المكرونة. ورحت انا طبعا مش بهدر في المكرونة كتير، ببقى عارفة المقدار بتاع الطبق، مثلا الصغير بيبقى قد ايه. ورحت حاطه نص المكرونه، ورحت حاطه عليها نص البشاميل، ورحت مقلباهم وفردتهم في الطبق البايركس. ورحت حاطه عليهم اللحمه، وحطيت يعني رشه بسيطه كده جزأتها جبنه موتزاريلا. ما انا برضك عايزه طالما عملتها فما استخسرش فيها حاجه. فهي بس القصه كلها في الجبنه يعني. انا كنت جايبه الكيس الرياده ده اللي انا بوريه لكم، كان عامل 95 جنيه. كان عامل 95. فانا طبعا ده كان الشهر ده، فاكيد كل شهر هو بيزيد. انا كنت جايباه ب95. انضف نوع انا بستعمله عامة الريادة، لان انا جبت نوع تاني مش فاكرة اسمه بصراحة. كان يعني بينشف المكرونة من فوق، وكان بينشف البيتزا. فانا طبعا هعمل لكم بالبيتزا بالجبنة اللي هي ديت، وهوريها لكم عاملة ازاي، احلى من المطاعم بره بكتير. انا دلوقتي حطيت المكرونه، وهحط عليها البشاميل من فوق، وهحط عليها الجبنه الموتزاريلا، وهحطها في الفرن. هي طلعت بصراحة بسم الله ما شاء الله عليها، اللهم بارك، طلعت جميلة جدا. وبعد ما بردت كمان انا قطعت حتة معاكم في الفيديو، كانت سايحة. يعني هي بتبقى سايحة عشان هي سخنة. هي اصلا لما بتقعد سنة صغيرة تبرد بس بتتقطع، يعني خرطة بخرطتها، وطلع عليها الوش بتاعها الجبنة بتشد خالص، كانت جميلة. تمام. انا عملت المكرونة اهو معاكم.
قولولي اعمل لكم روتينات ايه، وقولولي عايزيني اعمل لكم ميزانيات ايه. قولولي في التعليقات تحت، انا مش بلاقي حد بيكتب لي تعليقات. انا عايزاكم تكتبولي وانا ارد عليكم على طول. انا معتبراكم اخواتي، ومعتبراكم يعني حد مني من عيلتي. انتوا اللي بتكبروني، وانتوا اللي بتعملوا لي اللايكات. بس في بلاحظ في اكتر الفيديوهات ان انتوا لما بتخشوا تتفرجوا على الفيديو بس مش بتعملوا لايكات. فيا ريت فضلا وليس امرا ان انا يعني تحطوا لي اللايك عشان تشجعوني ان انا اعمل لكم روتينات الايام اللي جايه، وهعمل لكم حاجات اقتصاديه حلوه قوي. يعني احنا مش كل يوم هناكل مثلا حاجات مكلفه، لا، هيجي عليا مثلا اوقات هعمل فيها اكلات اقتصاديه وحلوه جدا هتعجبكم وهتفيد ولادكم كمان. بصوا حبايبي، كل اللي انا عايزه اقوله لكم ان احنا لازم، احنا لو كلنا اشتركنا لبعض ودعمنا بعض الدنيا كلها هتبقى حلوة، والدنيا كلها هتبقى مبسوطة. احنا يعني كل واحد عنده محتوى بيقدمه. احنا لو اشتركنا لبعض ودعمنا بعض، والله العظيم احنا ما هنكونوا محتاجين اي حاجة في الدنيا. هي حاجة بنساعد بيها مثلا في حياتنا. فعشان كده انا بقول لكم يا ريت تدعموني، ويا ريت ان كنتوا تحطوا لي اللايك بتاعكم وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. انتوا اخواتي وانا بحبكم في الله. وانا بفرح قوي لما حد بيكتب لي تعليق محترم وتعليق كويس. انا برد عليه على طول، مش بتأخر. وانا بس كل اللي عايزه اوصله لكم ان انا لما بعمل حاجه وبحب اعملها بنزلها لكم عشان خاطر تكونوا انتم مشاركيني. بس عايزاكم بس يعني تشاركوني، تفرحوني باللايك بتاعكم وبمشاهداتكم، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وعشان خاطر برضك ايه، يعني انتوا كده بتشجعوني في الروتينات والحاجات اللي انا بعملها لكم. وطبعا انا بفضل ربنا اول حاجة، وبفضلكم هكون باذن الله حاجة يعني. بصوا حبايبي، انا خلصت المكرونه وحطيتها في الفرن. فطبعا ما ينفعش ان احنا نفضل واقفين في المطبخ والمطبخ مش نضيف، مطرح الكركبه اللي احنا كنا يعني بنعمل بيها الاكل. فانا دلوقتي كنت بروق المطبخ عشان لما اطلع الاكل. طبعا كان قبل الفطار، كان بربع ساعه دخلت كده اتشطرت وعملت صينيه المكرونه، وكانت طالعه جميله. طبعا انتوا مش محتاجين ان انتوا ممكن تعملوا جنبها فراخ او تعملوا جنبها اكل. لو انتوا ما عندكوش عزومة ولا عندكوا حاجة، ممكن تحطوها اقتصادية خالص، ان هي هتكون حلوة يعني. انتي وولادك وجوزك مثلا لو عملتوا مثلا زي كده هتبقى حاجة جميلة. تمام. انا كنت بروق المطبخ اهو، بقول لكم ان انا بروق المطبخ، وكنت هغسل البوتاجاز عشان خاطر كمان البوتاجاز اتوسخ مطرح ما انا ما كنت بعمل الاكل. بصوا، انا البوتاجاز بتاعي اللي هو الستانلس، انا غسلته بس بمجرد بالليفة والسلكة كده بيبقى حاجة تانية خالص، يعني بيكون نضيف جدا. فعشان هو ستانلس وبحبه، في الاخر بعد ما انا بمسحه كده قدامكم برش عليه رشة جلانس صغيرة بتديله لمعة. انا بعد ما مسحته عملته بالمنديل بتاع المطبخ، مناديل المطبخ اللي بنشف عليها البطاطس وبحط عليها الاكل وكده. انا بس برش رشه. بصوا هو راح عمل ازاي اصلا من غير ما انا ما ادعك فيه ولا حاجه، لان انا اصلا ايديا فيه على طول وبنضفه على طول. يعني انتوا لو تلاحظوا ان هو نضيف، انا بنضفه على طول، مش بستنى لما حاجتي تبوظ وبعد كده انا مثلا اروح اجيب غيرها. ما هو انا بدل مثلا ما اجيب غيرها ما اشوف حاجه تانية انا ناقصاني اجيبها. وبعدين انتوا عارفين النهارده ظروف الحياه والدنيا عامله ازاي، فربنا يعين كل واحد على العيشه اللي هو فيها. وطبعا ولادنا لو طلبوا مننا حاجه احنا مش هنقدر نقول لا، لان هم ملهمش ذنب في الدنيا ان هم يجوا هم يطلبوا مننا حاجه احنا ما نجيبوهاش. فاحنا ممكن نستخسر في نفسنا وما نستخسرش في ولادنا. وانا من الناس اللي هي بتبقى بتقبض بالشهر، ممكن مثلا الشهر ده زي ما انا ما نزلت لكم الفيديو كده، ان انا مثلا بوفر حاجة وبجيب بيها حاجة للشهر اللي وراه. يعني مثلا انا جبت مثلا خزين تاني وانا عندي خزنته مثلا للشهر اللي وراه، هيجي هينفعني في الاخر، هيجي ينفعني.
فحبايب قلبي عايزاكم تمشوا باللي انا والله العظيم بقول لكم عليه في الميزانية، هتلاقوا نفسكم فعلا يعني نجحتوا في الفلوس اللي انتوا بتاخدوها. لو يعني كل شهر انا بتكلم، لو زي كل شهر ان انا باخد الفلوس كل شهر، هتنجحوا جدا وهتلاقوا معاكم فلوس زيادة لو مشيتوا على اللي انا بقول لكم عليه. فانا طبعا طالبة من اخواتي وحبايبي ان هم يردوا عليا في التعليقات ويكتبوا لي كومنتات ان انا ارد عليكم فيها. ما تنسونيش بقى حبايب قلبي تاني في اللايك وفي الاشتراك وتفعيل الجرس وفي اللي انتوا بتعملوه معايا، وبيكم برضو يعني انتوا اللي بتعملوني وانتوا اللي بتقفوا جنبي.